أكيد أخبارنا الفنية ما بتنتهي، لكن صار وقت رحب بأول ضيوفي بحلقة اليوم ومداخلة مع إعلامي ترك بصمة بفترة قصيرة. نجم محبوب ودخل على قلوب بخامته الصوتية المميزة، ويلي كانت سبب بتحقيق نجاحاته. الصديق والمذيع والفويس أوفر الجاد أباظة، يسعد صباحك عبر صوت سيدني، ومبروك اللقب يلي حصدته مؤخرا. يسعد صباحكم ويسعد صباحك زميلي وسيم عليا الغالي جدا، ويسعد صباح إذاعة صوت سيدني من قلب العاصمة السورية دمشق. يسعد أوقاتكم دائما، وأيضا هيك دائما بتقدموا لنا أجمل الصباحات. وبدي عايد الكل وقول لهم لكل المستمعين مستمعي إذاعة صوت سيدني، بدي أقول لكم ينعاد عليكم وأعياد مجيدة. احكي لنا عن هذا الفوز العظيم والإنجاز المشرف، وبدي أتشكر تواجدك معنا بهاي المداخلة، وأكيد إلنا لقاء بيجمعنا. وكل التحيات دائما لإلكن. أنا بدي أحكي عن اللقب. قبل ما أحكي عن اللقب اللي أخذته هذا العام، أكثر شخصية مؤثرة إعلامية من جيل الشباب لعام 2023-2024 في سوريا وبلاد الاغتراب، رح روح للقب اللي أخذته عام 2021، وهو ضمن مسابقة دولية ولجنة التحكيم مصرية. أخذت أجمل صوت عربي، وأيضا كأداء، وأيضا كمعلق صوتي. الحمد لله بعد تصويت وخضوعي للجنة، وأخذت هيدا اللقب الغالي كتير على قلبي. ومن بعدها بعد عامين اليوم أنا عم أختم عام 2023 مع لقب جديد، وهو أكثر شخصية إعلامية سورية من جيل الشباب مؤثرة في سوريا وبلد الاغتراب لعام 2023-2024. وأكيد يعني كتير مبسوط أنا، حققت شيء من إنجازاتي وأيضا من أحلامي وطموحي كشاب سوري متواجد في سوريا. بدي روح لكم أنه تم الاختيار من قبل الجالية السورية المتواجدة في دول كثيرة من أنحاء العالم، مثل سيدني، مثل أستراليا، مثل برلين، فيينا، ألمانيا، النرويج، كندا، هولندا، بريطانيا. فبعد ما تابعوا برامجي تم منحي هذا اللقب من قبلهم. تحية لهم وعن جد بشكرهم. بعد ما تم تصويت أكثر من 6000 شخص من كافة أنحاء العالم وحتى من الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا تم منحي هذا اللقب. شكرا كتير لكم. هو إنجاز مو بس لسوريا، لكل دول العالم وللجالية السورية تحديدا أينما تواجدت. شكرا كتير لكم ولمنحي هيدا اللقب، وإن شاء الله أكون عند الثقة. وأنا بس بدي أقول شغلة، أنه نحن اليوم مو بس السوشيال ميديا هي المؤثرة، ولكن أيضا الإذاعات ما زالت مؤثرة عن طريق الستريمينج والبث المباشر في أنحاء العالم. وتم منحي هذا اللقب بعد ما سمعوا المتصلين والمشاركين وعشاق هيدي البرامج في إذاعة دمشق. أولا برنامج شباب فن دوت كوم الموسم الخامس مع جاد أباظة، إخراج أروى حامد، تم منحي اللقب بعد ما سمعوه وشافوا قديش في تفاعل عليه ومحبة الجمهور. وأيضا كانوا ينقلوا البرنامج عبر الأونلاين لحتى يسمعون ويتفاعلوا معنا في الخارج مباشرة. أما خلونا نروح كمان لإذاعة فيرجن اف ام اللي أنا مدير البرامج فيها. تم منحي هاللقب عن برنامج كوكتيل، إخراج رنيم عثمان، كمان بعد ما سمعوا البرنامج والتفاعل الكبير من سوريا ومن دول العالم ومن دول الخليج وتحديدا من دبي، فتم منحي هذا اللقب. شكرا كتير لكم أينما تواجدتم. أنا بدي أشكركم، بدي أشكر إذاعة صوت سيدني على هاللقاء الجميل الغالي على قلبي. وأيضا بدي أشكر إذاعة دمشق وإدارتها المدام إيمان الخطيب، إذاعة الجمهورية العربية السورية اللي أنا بشتغل فيها معد ومذيع. وأيضا بدي انتقل لإذاعتي إذاعة فيرجن اف ام، بدي أشكر إدارتها وأيضا المدير العام فيها الأستاذ طه
طه الغالي على قلبي جدا، الأستاذ الغالي طه عرنوس، والمدير التنفيذي في إذاعة فيرجن اف ام المدام سارة الخاص، وأنا بشتغل فيها مدير البرامج ومعد ومذيع. تحية لإلكن، والشكر الأكبر لإذاعة فيرجن وإذاعة إذاعة دمشق الغالية وإذاعة صوت سيدني. والشكر الخاص من قلبي أكيد لشركة سيرياتيل، الشركة الوطنية للاتصالات الراعية دائما لبرامجي، لبرنامج كوكتيل بموسمينه، وهلأ في برنامج جديد إن شاء الله رح ينطلق قريبا بمطلع 2024 كمان برعاية سيرياتيل. شكرا سيرياتيل، شكرا إدارة سيرياتيل، وأيضا القسم التسويقي والإعلاني والإعلامي في شركة سيرياتيل على الدعم. بدي أتشكرك أجاد أباظة، كنت معنا بمداخلة من دمشق.